السلام عليكم. جربت طرق كثيرة مختلفة لتنظيف الكرشة، ودائما كنرجع لطريقة الأجداد. وهاد الطريقة قليل جدا جدا الناس اللي كيعرفوها، تحديدا الناس اللي كانوا أجدادهم كيحضروا الخليع. إذا على بركة الله كنشبر ديك الكرشة وكنغسلها مزيان مزيان من داخل ومن برا، ومن بعد كنرش عليها الغبرة د الجير مغربلة. كنضيف لهم مقدار نصف كأس من الماء باردين عادي، كنحركهم في وسط منها باش نضمن اختلاطه ووصوله لكل المناطق، وكنعمل شويش حتى على ديك المنطقه الخارجيه. ومن بعد كنجمعها كامله على شكل سره وكنعملها في اناء ضيق ونغلفها بالبلاستيك. كنخليها مده 20 دقيقه وكنرجع نفتش فيها كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. اذا جبرتها كتفسخ معايا بسهوله كنستمر في الغسيل، اذا جبرتها باقا شويش كنزيد لها واحد 5 دقائق. وهنا لان الخروف صغير جبرتها جاهزه. هنا لاحظوا معايا عملت تجربه على جوج ديال الكرشات، واحده اللي على اليمين خروف صغير واللي على الشمال ديال الخروف كبير، باش نوري لكم بان المفعول ديال الجير فيهم سواء كان الخروف ديالكم كبير او صغير. لاحظوا معايا في الفيديو فعال جدا ما شاء الله. وهنا كنستمر في التنظيف ديال الكرشه وكنوري لكم مختلف المناطق يعني المستعصيه اللي كتعذب في الغسيل. من ميزات الجير انه اولا كتستعمل الماء باردين، يعني يدك ما كيتحرقوش، ثانيا كيعقم، بالتالي ما كاينش حشره واحده، وكتشوفوا الفيديو قدامكم ما كدورش بكم حشره واحده، زائد ان النسمه ما كتكونش كاينه في حال حين كيكون الماء غليانين. وهذا ربما من اكبر العوامل اللي كتجعل الاغلبيه ديال النساء او البنات اللي مازالين كيتعلموا عندهم عزوف على هذه العمليه، او ربما كراهيه لعمليه تقشير الكرشه. مازال مستمره معكم كنوري لكم اعصى المناطق. لاحظوا معايا هنا ديك المنطقه اللي كنسميوها الفوطه، لاحظوا معايا عيب اليد وكنستمر في التقشير. وحتى اذا كانت الكرشه ديال العجل اللي هي اساسا اللي كنا كنستعملوه في الماضي في الخليع وكنستعملوا للجير، حتى هي كنستعملوا موس عادي واخا يكون حافي كيقضي الغرض. اذا ساليت مرحله تقشير الكرشات بجوج خداو مني حوالي 20 حتى 25 دقيقه. كنشللهم بالماء بشكل غزير وكنكرر العمليه مره وجوج وثلاثه واربعه، وكنقلبها على الواجهتين. هنا كيف ما كتلاحظوا كنحاول ديك الجهه الظهر او الداخل كنحاول بحال كنسلخها، كنزول منها دوك الشوائب دوك لي زامبيرفيكسيون، وكنكرر نفس العمليه مرارا وتكرارا باش كيزول لي الاثر ديال الجير. ما نساوش ان الجير ماده معدنيه ساخنه جدا والتعامل معها بحذر. استمر حد ما كنوصل نشوف الماء كيف ما كنوريه لكم في الفيديو، الماء نظيف تماما، ومع ذلك كنخليها فيه ربع ساعه عاد باش كنصفيها. وهنا تحذير مهم، ضروري استعمال القفازات مع الجير. النتيجه قدامكم كتحدث على نفسها. اذا عجبتكم الفكره ما تنسونيش من دعوه الخير والصلاه على الحبيب.